ساعات كده لما تيجي المقارنات بين عربيتين ساعات بتبقى المقارنة صعبة شوية، بالذات لما يبقى العربيتين تقريبا متشابهين مع بعض في كل حاجة، بس اختلافات بسيطة بس اللي بتفرق بينهم. هنتكلم النهاردة عن العربية الهيونداي الماتريكس، وهنتكلم عن العربية اللانسر البومة. هنقارن بين الاتنين وهنتكلم عن مواصفات ومميزات وعيوب كل عربية، وهنتكلم عن الاختلافات بين العربيتين، اختلافات بسيطة بين العربيتين، هم يعتبروا متشابهين مع بعض في كل حاجة. بس قبل ما نتكلم عن العربيتين، لو انت اول مرة تشوف قناتنا يا ريت تشرفنا باشتراكك معنا في القناة واللايك لفيديوهاتنا، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. اول عربيه معانا هي العربيه الهيونداي الماتريكس. العربيه طبعا من اكتر العربيات اللي حققت نجاح كبير جدا في السوق المصري من بدايه ظهورها في 2002 حتى بعد وقف انتاجها. العربيه لسه مكمله معانا بنجاح كبير جدا وليها سعر ومطلوبه برضو في البيع والشراء. تنزل بنوعين من المحرك، محرك 1500 سي سي بقوه 102 حصان، وده كان بينزل في الموديلات القديمة اللي هي من بداية ظهورها من 2002 لحد 2004. طبعا الموديلات دي كانت مشهورة باسم الماتريكس اللافيتا، وبينزل منها النسخة ال 1600 سي سي بقوة 124 حصان، وده كان بينزل في النسخة الأحدث شوية من 2005 لحد 2011. طبعا كان المحرك ده عزمه أقوى شوية من المحرك اللي قبليه. العربية طبعا في منها النسخة المانوال بتنزل بفتيس 5 سرعات، والنسخة الأوتوماتيك بتنزل بفتيس 4 سرعات. شكل وتصميم العربية الماتريكس من بداية ظهورها طبعا اختلف من 2002 لحد 2011. يعني مثلا من 2002 اللي هو الموديل اللافيتا اختلف عن ال 2005 مثلا زي الشبكة اللي في النص، وشكل الفانوس نفسه اختلف. من بداية 2005 لحد 2008 او 2009 الشكل اختلف، الفانوس شكله اتغير شوية، الشبكة برضو شكلها اختلف، الشبكة بقت اعرض شوية من ال 2002. طبعا الشكل اختلف شوية، اختلف برضو اكتر من 2009 لحد 2011 اللي هو الشكل الفانوس بقى شكل فيه شبه كده من فانوس اللانسر، وشكل الاكسدامات الخلفية اختلف شوية برضو عن الشكل القديم. كلها اختلافات بسيطة بس بتميز الموديلات عن بعضها. لو جينا دخلنا في صالون الماتريكس هنلاقي الصالون من جوه بتاعها واسع، بيمتاز بمساحات تخزين رائعة. عربية الصالون بتاعها يصلح لأسرة ممتاز جدا. حتى تصميم الماتريكس تصميمها مميز، يعني من السهل ان انت تتعرف عليه. انا حتى لو شفت الصالون من جوه من السهل ان انت تعرف ان ده صالون ماتريكس. في حاجات بتميزه مثلا زي مثلا لوحة الاعدادات بقت في نص الطابلو، دي طبعا من اكتر النقط اللي بتميز الماتريكس عن بقية العربيات اللي في الفئة بتاعتها. هنلاقي برضو لو جينا بصينا في العربية التويوتا اليارس ال 2007 و 2008 هنلاقيها برضو بتشترك معاها في نفس الفكرة برضو، لوحة العدادات في منتصف الطابلو. لو جينا اتكلمنا عن مميزات العربية الماتريكس، طبعا من اكتر مميزاتها اللي هي بتمتاز بمساحاتها. المساحات فيها مساحات تخزين كبيرة، مساحات الصالون بتاعتها ممتازة جدا، عربية تصلح لأسرة مرتاحة جدا. تاني ميزة فيها توافر قطع غيار العربية ديت. العربية قطع غيارها متوفرة بشكل كبير جدا، لدرجة ان في عربيات ما بتلاقيش قطع غيارها، تروح توفق قطع غيار عربية ماتريكس وتركبها بتشتغل معاها عادي، سواء قطع غيار في العفشة او قطع غيار في المكنة. طبعا لان العربية الماتريكس بتنزل بمحرك، المحرك ده شفناه في اكتر من عربية قبل كده، زي العربية الهيونداي الجيتز والعربية الفيرنا الهيونداي الفيرنا، والعربية الانترا اللي هي بيقولوا عليها وش الاسد موديل 2006. كل العربيات دي بمحرك واحد اللي هو محرك الماتريكس، محرك عملي جدا واقتصادي وفي نفس الوقت العزم بتاعه قوي. نيجي الميزة اللي بعد كده هي طبعا العربية مطلوبة في إعادة البيع والشراء جدا. لما تيجي تبيعها وتشتريها العربية سهلة في بيعها وشراها، العربية مطلوبة، تعرف تمسك فيها سعر، يعني ممكن تستثمر فلوسك في العربية ديت وتكسب فيها كمان، لأن العربية مطلوبة جدا في السوق، خاصة لو الحالة بتاعتها كويسة ومتحافظ عليها تمسك فيها سعر كويس جدا. لو جينا اتكلمنا عن عيوب العربية الماتريكس هنلاقي عندنا من أبرز عيوب العربية ديت هي قلة الخصوصية في العربية. يعني لأن العربية صالونها كبير، فالشبابيك بتاعتها مساحتها كبيرة، فدي بتبقى كاشفة اللي قاعد جوه في الصالون بشكل كبير جدا. فطبعا الموضوع ده انت ممكن تعالجه بستاير او فاميه، بس طبعا ممكن يبقى فيها مشاكل مع المرور وكده. فالشباك نفسه حجمه كبير. العربية واطية عن الأرض، فده للأسف بيحك معاك في مطبات كتير جدا، لأن عندنا طبعا الطرق المصرية في مطبات فيها بتبقى عالية، فالماتريكس خاصة لو أنت محمل فيها ركاب هتحك معاك في المطبات. برضو حتة تصميم لوحة العدادات في منتصف التابلو، أنا شايف بصراحة يا جماعة إن لو كان العدادات في مكانها الطبيعي كان أفضل، لأن مكانها في نص التابلو بيشتت اتجاه الرؤية، يعني يخليك تبص يمين وشمال. فأنا شايف إن أنت لو أنت نظرك قدامك هيكون أفضل. إجمالي تقييم العربية الماتريكس، هي عربية بصراحة أنا شايف مميزاتها أكتر من عيوبها. العربية عربية عائلية ممتازة جدا، الحجم بتاعها كويس جدا من جوه، حجمها كويس جدا، قطع غيارها متوفرة، يمكن من أكتر العربيات في الفئة بتاعتها متوفرة قطع غيارها.
إعادة البيع والشراء عربية مطلوبة جدا في البيع والشراء. سعر العربية الماتريكس في السوق بيبتدي من 350,000 لحد 500,000، وممكن تعدي طبعا على حسب الحالة والموديل. نيجي العربية اللي بعد كده هي العربية اللانسر البومة. العربية طبعا اللانسر البومة من أكتر العربيات انتشار في الشوارع عندنا. عربية بصراحة من العربيات الناجحة جدا، لأن النجاح ده يا جماعة ما بيجيش من فراغ، بيجي طبعا من كفاءة العربية، والعربية بتبقى عملية جدا، وقطع غيارها بتبقى متوفرة. كل ده طبعا حاجات بتنجح العربية. العربية اللانسر بداية ظهورها من 2002 و2003 لحد 2014. تنزل منها المحرك ال 1300 سي سي بقوة 88 حصان، وبينزل منها النسخة ال 1600 سي سي بقوة 106 حصان. العربية بينزل منها النسخة المانوال والنسخة الأوتوماتيك. لو جينا بصينا على صالون العربية اللانسر هنلاقي الصالون من جوه مساحته معقولة مش وحشة. التصميم فيه مميز وبسيط. خامات التقفيل من جوه الخامات بتاعتها كويسة جدا، يمكن أفضل من خامات الماتريكس شوية. زي مثلا الخامة بتاعت الطابلو، الخامة بتاعت الطابلو اللي هي الطابلو من فوق كده خامته طرية. وبالنسبة لحتة خامة الطابلو اللي فوق ديت إذا كانت ناشفة أو طرية تفرق طبعا في درجة تحمل الطابلو ده لأشعة الشمس. لأن الخامة لو ناشفة مع الوقت طبعا هيشقق الطابلو، هيشقق بشكل وحش جدا. زي مثلا العربية الهيونداي الأكسنت موديل 99 و2000، الطابلو بتاعها طبعا مشهور إن هو على طول بيتشقق. انما طبعا لو كان الطابلو الخامة بتاعته طرية شوية هيتحمل طبعا أشعة الشمس ويعيش معاك أكتر. لو جينا اتكلمنا عن مميزات اللانسر البومة، طبعا من اهم مميزاتها برضو توافر قطع غيارها، ومطلوبة جدا في إعادة البيع والشراء. لو جينا اتكلمنا عن مميزات اللانسر البومة هنلاقي المميزات بتاعتها تقريبا هي مميزات العربية الماتريكس. توافر قطع غيارها ومطلوبة جدا في إعادة البيع والشراء، بس بتختلف طبعا معاها في مساحة الصالون بتاعها، لأن الصالون بتاعها أصغر منها شوية. لو جينا اتكلمنا عن عيوب اللانسر البومة هنلاقي طبعا مساحات العربية دي سواء مساحة الصالون أو مساحة الشنطة، وبالذات الكنبة الخلفية مساحتها أصغر من العربية الماتريكس. في برضو عندنا مشكلة في الكنبة الخلفية، هو نفق الفتيس. نفق الفتيس ده اللي هو بيبقى في نص الكنبة الخلفية كده في الأرضية، ده بيبقى عالي شوية في اللانسر، فطبعا ده بيضيق الراكب الخلفي، خاصة لو راكبين 3 ورا. الراكب اللي في النص تقريبا مش هيعرف يقعد. عكس العربية الماتريكس نفق الفتيس ده تقريبا معدوم، فبيدي معاك راحة ووسع في الجلوس اللي قاعدة في الكنبة الخلفية. إجمالي العربية اللانسر، العربية طبعا من العربيات المشهورة جدا في السوق، عربية حققت نجاح كبير جدا نظرا طبعا لتوافر قطع غيارها. عربية عملية طبعا أعطالها بتبقى قليلة زي الماتريكس نفس الكلام، فده بيخليهم مطلوبين جدا في السوق. سعر العربية اللانسر بيبتدي من 350,000 لحد 500,000 طبعا على حسب موديل العربية والحالة. لو جينا في الآخر بصينا على مميزات وعيوب الماتريكس ومميزات وعيوب اللانسر هنلاقي الاتنين تقريبا متشابهين في حاجات كتير، زي توافر قطع الغيار وإعادة البيع والشراء، الاتنين زي بعض. بس الفرق في الموضوع كله في مساحة الماتريكس، هتبقى اكتر طبعا من مساحة اللانسر. الماتريكس تنفع لعربية عائلية، هتبقى المساحات فيها ممتازة جدا، انما العربية اللانسر هتبقى عربية شبابية اكتر شوية من العربية العائلية. هي اللانسر تصلح برضه عربية عائلية، بس بالنسبة للماتريكس لا، الماتريكس طبعا هتبقى تتفوق عليها في حتة المساحات. وفي الاخر اتمنى ان الحلقه تكون عجبت حضراتكم، ويا ريت نعرف راي حضراتكم في العربيتين وهنقول الافضل من وجهه نظركم. اشوفكم على خير في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.